رجالة تانية ثانوي، أهلا بيكم في فيديو جديد. هنتكلم معاكم عن الضبط الاجتماعي. طبعا انت لو بصيت هتلاقي تحت في لينكين، لينك كل الملخصات اللي فاتت ولينك فيه كل فيديوهات الحل اللي فاتت. بص، الضبط الاجتماعي، ما هو الضبط الاجتماعي؟ يقول لك الضبط الاجتماعي دي القوة اللي بيمارسها المجتمع على أفراده علشان يهيمن ويشرف على سلوكهم عشان يبعدهم عن الانحراف. فبالتالي في دور مهم جدا للتنشئة في الضبط. ايه هو بقى؟ انها بتعلمه ازاي يتحكم في تصرفاته من خلال الاسرة او المدرسة او الشغل، فبالتالي هي مصدر للالزام، وبتديله مقومات الشخصية بتاعته من خلال التفاعل والاحتكاك اللي بيحصل معاه وهو طفل علشان بعد كده يبقى شخصية منضبطة. طب ايه اهداف الضبط؟ بيقولك والله تعمل يكون عندك امتثال. يعني ايه امتثال؟ يعني تكون بتعرف تسمع للكلام والقواعد والقيم والمعايير عشان ترتكب تصرفاتك، وده هدفه كمان الزام الافراد باحترام الحقوق العامه والخاصه، نظام المجتمع، يعني عشان يكون في امان واقامه عداله بين الافراد وبعضهم في الحقوق والواجبات. طب في انواع للضبط؟ يقول لك طبعا في ضبط داخلي، ده بيحصل من جوانا زي العادات والتقاليد والقيم والمعايير الأخلاقية وكده، وده اللي بيحصل بنتعلمه من خلال المدرسة والأسرة والدين زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت. شكلك مش فاكر، فرق لي بين التنشئة المقصودة والتنشئة الغير مقصودة، وقول لي ايه دور المدرسة ودور الأسرة. شوف إجابتك تحت. كمان في ضبط خارجي، ده القوانين واللوائح والتشريعات اللي بتعملها الحكومة والقضاء والشرطة، تمام، واللي بيخالفها بيتعرض لعقاب. طب قول لي اساليب او وسائل الضبط الاجتماعي. يقول لك اتفضل حبيبي، في اساليب ضبط رسميه زي القانون، واساليب ضبط غير رسميه زي العادات والتقاليد والقيم، وركز مع دي. طب بص، ممكن تقول لي ازاي الوسائل دي بيحصلوا ازاي؟ يلا بص نتكلم عنهم واحده واحده. اول واحده اسمها التشريع او القانون. ايه التشريع او القانون؟ بص يا صاحبي، التشريع او القانون دي القواعد او الاوامر او النواهي اللي احنا هنتعامل معاها، بس في مشكله هنا، ان احنا هنا ما بنهتمش بنيتك. واقول لك حاجه كمان، احنا ما بنكافئش اللي بيعمل كويس، احنا بنعاقب اللي يعمل غلط بس. ده القانون ودي اهميته. تاني حاجه هنتكلم عنها، طبعا لو عايز تعرف احنا بنحل ازاي ارجع للي بنقوله في الحصص، ده مجرد ملخص. هنتكلم عن الدين، والدين اهم الوسائل على الاطلاق لانها بتاثر في حياه الافراد نفسهم وتصرفاتهم، فبالتالي بتدعم استقرارهم. الدين بينظم حياة كل فرد، بيحدد له قواعد تصرفاته، بيقيم علاقاته مع الآخرين، بينظم تصرفاته ازاي بقى وبيضبطها ازاي، انه عنده فكرة الثواب والعقاب، هتعمل حلو تلاقي حلو، على عكس التشريع كان بيعاقب بس. تالت حاجة هنتكلم عنها هي العادات الاجتماعية. ما معنى العادات الاجتماعية؟ يقول لك بص يا صاحبي، العادات هي أفعال من السلوك بتتكرر بتفرضها الجماعة الاجتماعية على أفرادها. طب دي مهمة؟ طبعا مهمة، تعتبر دستور مش مكتوب، بتعمل استقرار في المجتمع، وضرورية جدا، ضرورية جدا 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 جدا، ما ينفعش فرد يخالفها أصلا. الناس تاكل وشنا، فتلاقيها بتعتمد على يكون في قدوة أنت بتقلده أو تشجيع، اعمل كذا كذا كذا، تلقين، فاهم الكلام اللي بيحصل معانا في البيوت ده. رابع حاجة كمان اسمها التربية. ايه التربية؟ بيقول لك دي بقى اللي بيشتغل على ترويض الافراد اجتماعيا، تهذيبهم، يعني تخليهم ازاي فاهمين القيم بتاعت المجتمع ده وبيتعاملوا معاها، تقول لهم التصرفات اللي احنا عايزينكم تعملوها والتصرفات اللي ما ينفعش تعملوها عشان نكون شخصية سوية مجتمعية. خامس حاجة هنتكلم عنها الرأي العام. بس قبل ما اخش على الرأي العام اسألك سؤال كده، سؤال بسيط، تفرق لي بين الثلاث عتبات تحت في الكومنتات، وما تقوليش ده علم نفس وده علم اجتماع. بعد كده الرأي العام. الرأي العام دي بقى الآراء أو الأحكام السائدة في المجتمع اللي هي عندها صفة الاستقرار، فيها اتفاق، الناس غالبيتهم شايفين ان ده كده المفروض يحصل، اللي هو كلام الناس. وعلى رأي فنان جورج وسوف لما قال ان كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، لكن هنا هيقدم وهيأخر.
هنا ليه مهم جدا لانه منبع القانون، بيديله قوة، بيحافظ على المجتمع، بيديله يعني اقول لك ايه كده، بيحكموا الناس عايزين ايه. رأي الناس مهم. اخر حاجة معانا وهي الاعراف الاجتماعية. العرف الاجتماعي مختلف عن العادة، وارجع اللي قلناه في الحصص عشان تفهم الفرق بينهم. العرف هي الافكار والمعتقدات اللي بتنشأ في اطار جماعة معينة، ما يتعارف عليه الناس دي. هتقول لي طب ايه الفرق بينهم وبين العادة؟ افتكر اللي قلناه في الحصة عشان مش هقولها هنا. طب ايه اهمية العرف ده بقى؟ هيكتسب قوته من فكر المجتمع نفسه، معتقداته ايه، فبالتالي لازم تخضع لها وتسمع لها. تحت في لينكين، لينك في كل الملخصات اللي فاتت والملخصات اللي جايه، ولينك في كل فيديوهات الحل اللي فاتت واللي جايه. ولو انت على اليوتيوب يا اهلا بيك، انا معكم مستر ابراهيم ابو بكر، دي قناه ابرا على اليوتيوب. سلام يا صديقي.